طب والله العظيم هو ده الكلام. احلى حلا رمضاني ممكن تدوقوه في رمضان. جربوه وعلى ضمانتي. والفايدة ايه من هنا لبكرة الصبح؟ هاتي الخلاط بتاعك وهاتي 2 ثمرة موز. يستحسن طبعا يكون مستوي، بس لو ما عندكيش مفيش مشاكل، حطي الموز العادي. عليه 7 ثمرات من التمر. يفضل يكون التمر الرطب عشان تعرفي تضربيه في الخلاط. عليه 2 كوباية من الحليب، رشة فانيليا بودرة أو سائلة، رشة ملح. هنحط 2 معلقة من السكر وممكن تستغني عنهم تماما. وهنجيب كريم كراميل، هنشيل الكراميل بتاعه وناخد البودرة بتاعت الكريم كراميل ونحطها في الخلاط. وبالنسبة لكيس الكراميل نفسه هقولكوا هنعمل بيه ايه بعدين. دلوقتي هنضرب بقى الحاجات كويس قوي، وفي حلة هنصفيها. طبعا لو انتي مش حابة قطع التمر وقطع الموز صفيها، لكن لو بتحبي الحاجات دي وعايزة تستفيدي بكل الفايدة اللي موجودة في الحاجات دي زي كده ما تصفيهاش. طب انا بصفيها ليه؟ علشان عايزة اعصر التمر واطلع كل العصارة اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده، حتى اللون نفسه بقى مختلف. وبعد كده نزلت تاني بقطع التمر في البودنج او الكريم كراميل اللي احنا بنعمله. دلوقتي بقى هرفعه على النار واقلب لغاية ما يتكاثف ويبتدي القوام بتاعه يتقل معايا. اول ما يغلي كده هبتدي بقى اشيله من على النار قبل ما يفور. دلوقتي بقى بعد ما برد يعني دفي شوية هبتدي احطه في الاطباق وهوريكم هنقدمه ازاي. عايزه اقول لكم طعمه وريحته رهيبه، واحلى حاجه انك بتاكلي حاجه حلوه وانت حاسه ان هي مفيده. حطيته في التلاجة وده بقى منظره. هنحط عليه، المفروض بيتقدم انك تحطي عليه موز وقطع من التمر، بس انا حبيت اقدمه بطريقة مختلفة وحطيت عين جمل وشوية من الزبيب الاحمر وصوص كراميل. طيب كيس الكراميل بقى هنعمل عليه ايه؟ زي ما انتوا شايفين هرشه من على الوش كده واغطي بيه السطح. رهيب يا جماعة، ما شاء الله، تحفة. في فايدة الموز وفايدة التمر، فايدة الحليب، وفي نفس الوقت لو انتي مش عايزاه مسكر قوي تقدري تستغني عن 2 معلقة السكر اللي احنا حطيناهم. تعالوا بقى ندوق ونشوف القوام من جوه عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، سموا الله معايا. انا هنا بقى كل شوية بقى هقول لكم بصوا بقى، بصوا على الجمال. ايوه بصوا تاني. بس ندخل بقى. كريمي بطريقة غير طبيعية ورهيب. لازم تجربوه يا جماعة. ألف هنا وشفا عليكم.